إيوا دابا جات نوبتك أنتِ اللي غادي تختاري أنِّك تسمّني ولا تكبّري الجزء السفلي بالتحاميل ديال الأعشاب بالعنبر، سوا غتصايبي تحاميل الأعشاب العادية ولا تحاميل الأعشاب ديال جسم التفاحة أولا غتشري من عندي تحاميل الأعشاب بالعنبر، فتسنطليه مزيان غنقول لِك الروتين اللي غديريه في هاد الوقيتة وشنو خاصك توجدي قبل وكلشي. أول حاجة خصنا نعرفوها هي أن راه ديجا شاركت معاكم فيديو باش تختاروا فيه يعني التحاميل اللي غيجيو معاكم، تعرفوا النوع ديال جسمكم، البرودة، داك الشي كامل هدرت عليه، يعني غترجعوا للفيديو السابق إلا ما لقيتوش قولوها لي نخليه لكم في التعاليق، باش تعرفوا النوعية ديال الجسم ديالكم وشنو غيجي معاكم، هاد الشي قبل من أي حاجة ديال زيادة الوزن، هاد الشي كنديروه عاد كندوزو لحوايج أخرين واللي هما الاختيارات ديال باش غادي نسمنوا الجزء السفلي، نفرض أنِّك أنتِ اختاريتِ لأسباب صحية أولا مثلًا عندِك يعني البروده بزاف اولا مثلا ما تقديش ديري التحاميل البيضاء حيت مثلا فيك الكوليسترول ولا فيك شي مشكل بحال هكا لان راكم عارفين التحاميل البيضاء راهما عباره عن دهون وعلى دروه وعلى شحمه وهذا دونك الا كنتي مثلا عندك دواعي صحيه ولا ابار دواعي صحيه بروده ولا اي حاجه اختاريتي تحاميل الاعشاب بالعنبر. كاينين حتى بنات ما عندهمش ثلاجه كيقراو وكيختاروا عندي انا تحاميل الاعشاب بالعنبر. دونك تحاميل الاعشاب بالعنبر اول حاجه كنديروها البنات هي أننا كنعالجوا البرودة هي الأولى، الوصفات ديال علاج البرودة راه ديجا شاركتهم معاكم، كاينة الفوطة الصحية اللي كتعالج البرودة اللي فيها الثومة والشيح والخزامة، وكاينة يعني يعني الطريقة الأخرى ديال أننا كنديروا بانيو فيه الماء سخون وكنديروا فيه حتى هو الخزامة والشيح والملحة وكنخليوها تنطر لنا البرودة من رجلينا، كنشربوا الخزامة والزعفران من الليل حتى هو باش يحيد لينا البرودة أو باش يسخن لينا الجسم ديالنا. تاني حاجة البنات هي أننا نعرفوا واش عندنا دهون بيضاء ولا دهون بنية. الدهون البيضاء والدهون البنية يعني التحفيز كتحفز الدهون البيضاء كتحفز بالحرارة فهمتوا يعني مثلا غير كتجلسي على شي حاجه سخونه كيبدا يكبر لك لتحت لانك عندك دهون بيضاء تما والدهون البنيه والبيضاء راه عندنا حنا كاملين غير كل واحد في كاينه عنده كاينه اللي عنده الدهون البيضاء في مؤخرته كاينه اللي عنده مثلا في ظهره وفي كتافه فهمتوا واش بغيت نقول لكم دونك هذيك السخونيه غادي تعرفوا بها واش عندكم الدهون البيضاء الا كانت عندكم الدهون البيضاء تما فممكن انكم تبقاو تستعملوا يعني المقله مع التحامل ولكن تفرقوا من بيناتهم بواحد تقريبا واحد 12 ساعه هكاك مثلا انا درت انايا المقله سخونه مع 12 ديال النهار فالتحميله ما نديرها حتى 12 ديال الليل منين بغي الناس فهمتوا مثلا هكا يعني هذه هي اول الحوايج كتبداي بهم كتعرفي الا شفتي مثلا درتي المقله لوجهي وبديتي كتاكلي مزيان وشفتي راسك انك كتضعفي فنساي انك يعني شي نهار يعني غادي يعني تغلاضي بالسخونيه ديال شي حاجه يعني ما عندكش تما دهون بنيه غادي تغلاضي بطبيعه الحال بالتحاميل وداك الشيء ولكن ما يمكنلكش يعني هاد المقله غير ناجحه معاك فهمتوا واش بغيت نقول لكم نعالجوا البروده نجربوا الطريقه ديال التسخين ودابا غادي نوجدوا يعني الحوايج اللي غيرافقوا التحاميل يعني قبل واحد 15 يوم الزيت ديال القديره ياك والكريم ديال التسمين هادوك يوجدوا قبل بواحد 15 يوم باش يعني يكونوا ترقدوا وتلقوا في بعضياتهم كيعطيو نتيجه اللي هي زوينه الكريم والزيت ديال القديره لجسم التفاحه واللي ماشي جسم التفاحه الاجسام الاخرى فهمتوا كيوجد قبل البروتين كيوجد قبل حتى هوايه كيمكن يوجهوه اللي عندهم جسم التفاحه واللي ماشي جسم التفاحه ولكن بالنسبه لجسم التفاحه كنركز ليه على البروتين لانه الزريق ما يقدرش يديرو البنات اللي ضعافين وباغيين يديروا تحاميل الاعشاب لاسباب مثلا صحيه ولا شي حاجه هكا فضروري ما انكم تختاروا يا زريق ولا بروتين يعني اللي بغيتو ولكن الزريق غير غيعاونكم الزريق علاش حيتاش فيه اعشاب فيه منتوجات قمحيه غتخليكي تزادي في الوزن بواحد الطريقه اللي هي سريعه لانه السعرات الحراريه اللي كاينين في الزريق ماشي هما اللي كاينين في البروتين داخل في تركيب العضله وسميتو الزريق فيه سعرات حراريه اللي هي كبيره يعني تخزين الدهون دونك انت كتختاري على حسب النوع ديال الجسم ديالك واش بروتين ولا زريق وحاجه اخرى يعني الوصفات المرافقه لهذا التحامل بحال مثلا الحسوه كتجيبي ديك مثلا داك الشوفان او ديك البلبوله ديالك وكتزيدي فيها الاعشاب اللي غديريهم فيها كديرها في واحد البواطه وكتجمعيها الحسوه ضروريه في البرد خاصه نتوما اللي غديروا تحاميل الاعشاب لانها كتعاونك انك تسخني الجسم ديالك وبالتالي الماكله اللي كليتي ما كتحرقيهاش باش يلاه تسخني الجسم ديالك في الوقيته ديال البرد كناكلوا بزاف باش نسخنوا الجسم ديالنا متفقين دونك الحسوه راه كتسخن الجسم ما كتحتاجيش تحرقي ديك الماكله اللي كليتي معاه في هذاك النهار فهمتوا واش بغيت نقول لكم فحاولوا ما امكن انكم يعني ديروا هذيك الحسوه غتنفعكم بزاف وغادي تعطيكم يعني واحد
مفعول زوين مع التحاميل، فهمتوا؟ يعني نوجدوها قبل. عندكم القديره اللي غديروا، أنا القديره كنقصد بها غير ماساج، غير قريعه ديال الزاج توجديها اللي تشد لك واحد البلاصه اللي هي كبيره، اللي تقادي بها يعني المشاكل اللي يكونوا عندك في الفورمه ديالك، بحال شي بلاصه عندك مديفورميه، شي بلاصه ما هياش، كتبداي دهني داك الزيت ديال القديره، وكديري هذيك القديره للبلايص اللي بانوا لك نتيا انهم لاصقين مديفورمين في لاطاي ديالك، كتبداي تقاديهم ماساج خفيف، كديري التحميله ديالك الصباح، كتبان لك ان هذيك البلاصه فيها واحد النتيجه اللي هي زوينه، وكتبقى تغلاض لك مع الجسم ديالك مع المده. حاجه اخرى عاوتاني يا البنات اللي بغيت نوصيكم عليها، هي المشروبات اللي هي ساخنه، بحال مثلا الحليب واللويزه، مثلا دوك لي تيزان اللي كيكونوا سخان، مثلا فهمتوني اش بغيت نقول لكم، اتاي بالزعتر، اتاي بفليو، بتيميجه، دوك لي قامه، غا داكشي اللي غيسخن الجسم ديالك، فركزي عليه وديريه، زياده الخير خيرين. وغنقول لكم واحد الحاجه، حيت انا ما يمكنليش نكذب عليكم ولا نافقكم ولا شي حاجه، واش شو البنات اللي عندي، ولكن انا كنهضر حيت انا مصايبه التحامل بالعنبر وعارفه العنبر عندي حر وحقيقي، فهمتوا؟ وما كيديروش شي 50% من هذا الشيء. عرفتي انت الا درتي 50% من هذا الشيء، وقسما بالله الا تلقاي نتيجه اللي هي احسن من هذوك البنات اللي عندي، فهمتي؟ وتبعتي وداومتي، لان الطبيعي كيعطي نتيجه اللي هي زوينه. البنات اللي عندي انا كياخذوا مثلا من عندي تحاميل د العنبر، وكيزيدوا معاهم مثلا بروتين، كتصايب الزيت ديال القديره، كدير القديره في الدار. كاين شي وحدينات مجتهدات، وكاين شي وحدينات لا كيعتمدوا على التحاميل وكيمشيو في الروتين ديالهم، كتعطاهم نتيجه زوينه لان العنبر فري. ولكن نتيا زياده الخير خيرين، مادام انك غتصايبي شي حاجه في الدار، اي حاجه غادي تعاون لك دوك التحاميل باش يكبروا لك الجزء السفلي، وبالتالي تحصلي على نتيجه زوينه، فغادي ديريها صافي. توجدي كلشي اللي غتوجد 15 يوم قبل توجد، اللي اللي يعني غتشريها واللي غادي تصايبيها وتبداي الروتين ديالك كيف ما الروتين ديال وجهك غيكون الروتين ديال تكبير الجزء السفلي. اشنو غديري؟ غتفيقي مع الصباح، غتفطري، تشربي الحسوه ديالك، تاكلي اللي قسم الله. كنتي مثلا عندك دهون بيضاء والمقله زوين عطاتك نتائج اللي هي زوينه، ديرها في ديك الوقيته ديال الفطور، صافي. كولي ماكله ديالك عادي، توصل ديك العشيه ديري خدي يعني سميتو شي يقول له زلافه اخرى ديال الحسوه في الليل. ديري ماشي في الليل، في الليل ديك 6 7 ديري ديك القديره ديالك الا بغيتي ديريها، وديري داك الزيت ديال القديرات، تعشاي، شربي لك كاس ديال البروتين، صايبيه بواحد، الا كنتي جسم التفاحه وكتركزي على البروتين مزيان، ديري غير كاس واحد ديال بيرلو، جوج كيسان ديال الماء، ومعلقه ديال بروتين الا كنتي واخداه من عندي، الا كنتي غديري بروتين مصايبه انت ممكن ديري حتى 2 المعالق حتى ل3 ماشي مشكل. طحني كلشي مع بنانه، شربيه، ديري التحميله ديالك، ملي تبغي تنعسي جلسي لك لاله، شدي تليفونك، ديري معاه ديري شي ويت اللويزه في الماء، ولا ديري شي طيزان، ولا ديري شي حليب وزعتر ولا شي حاجه، شربي وسخني الجسم ديالك. وهذا ما كان. ولا صايبتي شي كريم مثلا للدهن بغيتي ديريه بالليل باش ما يبقاوش عندك الخطوط البيضاء في نفس الوقت تسمني ولا شي حاجه هكا، ممكن تختاري شي كريم من القناه وتبقاي تدهني ملي تبغي تنعسي في الليل. هذا ما كان. تصبحوا على خير، سلامه.